أهلا بيكم في حكاية في 3 دقايق. يا نور، أنا كل مرة أروح فرح، مناسبة، تجمع عيلة، ألاقي نفسي مش قادرة أتنفس. كل الناس تبصلها نفس البصة وأسئلة متكررة: لسه ما اتجوزتيش؟ اتأخرتي ليه؟ انتي مستنية ايه؟ وكأن حياتي كلها اتقلبت لسؤال واحد: امتى هتتجوزي؟ محدش بيسأل انتي مبسوطة، انتي ناجحة، لاقية نفسك في شغلك. كل اللي يهمهم ورقة الجواز وخاتم في إيدي يا نور. أنا تعبت من نظرات الشفقة ومن كلام الناس اللي بيخنقني. هو أنا قيمتي في جوازي ولا أنا كإنسانة ليا حق أعيش حياتي بطريقتي؟ عارفة يا حبيبتي، المجتمع ساعات بيكون ظالم، بيربط قيمة البنت بورقة أو بخاتم. لكن خليكي عارفة، انتي قيمتك في نفسك، في قلبك، في طموحك، في أخلاقك. الجواز مش إنجاز، الجواز اسمه ونصيب. الإنجاز الحقيقة إنك تبقى راضية عن نفسك، واقفة على رجلك، عارفة إن حياتك ليها معنى حتى من غير لقب مدام. الناس هتفضل تتكلم، بس انتي خلى صوتك الداخلة أقوى. اوعى تسمحي لأسئلتهم يكسروك، خليهم وقود يزود قوتك. صدقيني، أجمل جواز هو جوازك بنفسك الأول. لما تحبى نفسك وتقدريها، كل حاجة بعدها هتيجي في وقتها وبالقدر اللي ربنا كاتبه ليكي.